اختتمت المرحلة الثانية من برنامج إعداد علماء لمستقبل أفضل تحت مسمى جامعة الطفل. البرنامج الذي تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العلمية والعقلية والإبداعية وتهيئتهم للدراسة بالجامعات من أجل إعداد جيل جديد من العلماء والمفكرين. وشملت المرحلة الثانية 16 طفلا تدربوا في معامل كليات جامعة طنطا المختلفة، ويخدم هذا المشروع أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها. في تنسيق مع البحوث وزارة البحث العلمي ومعنيين بالبحث العلمي عشان يبقى في تواصل ما بين الأطفال. واحنا شفنا برضو عرض دلوقتي بين الأطفال اللي هم يعني بيزوروا الجامعة بحيث انه يبقى في تواصل ما بين الاطفال في سن الصغر والجامعه ويبقى ليه تطلعاتهم في المستقبليه بحيث ان هم يبقى عارفين ايه هي الجامعه بالنسبه لهم. هو جامعه الطفل هو برنامج مشترك بين جامعه طنطا واكاديميه البحث العلمي. هدفه هو منظور جديد للطفل، منظور جديد بيعمل عقل الطفل ويحترمه، منظور جديد يخلي الطفل ينظر الى كل ما هو موجود داخل الجامعه سواء من علم ومن ثقافه، علوم، اداب. استفدت في كليه الطب اسمه ده الاسبرين بيتكون من ايه، وفي كليه هندسه ازاي بنحول من ميه مالحه لميه عذبه ونولد الطاقه. استفدت حاجات كتيره منها ازاي يعني احافظ على نفسي وما اخافش، زي مثلا في المشاركه بتاعت المسرحيه اللي احنا عملناها دلوقتي، وبعدين ورحنا وتعلمنا الحفريات والتحنيط